رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. تبسمت الحياة لنا بحب ومن الله إذ جمع القلوب. رأيتك غيمة تهمي صفاء وتهدي خاطري أنسا وطيبا. تبسمت الحياة لنا بحب ومن الله إذ جمع القلوب. رأيتك غيمة تهمي صفاء وتهدي خاطري أنسا وطيبا. وفي ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أبيك تتذكر وأنا أتكلم. في ناس تبي تتخيل صورتها وهي معبسة قطب الجبين، دائما يصارخ، دائما يعني إذا شافوه الناس والعياذ بالله تشاءموا. شنو هذا؟ إن دخل كرهوا الناس المجلس اللي هو فيه لأن وجهه عبوس. وفي ناس ما شاء الله عليهم لما تتذكر شنو تتذكر ابتسامته، تتذكر بشاشة وجهه. ترى الرب عز وجل يحب الوجه الطلق ولا يحب الوجه العبوس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلاقة الوجه. شنو يعني طلاقة الوجه؟ يعني الواحد لما يدخل في دوامه، داخل في مدرسته، حتى المدرس، على بالهم بعض الناس أن الشخصية القوية أنه يكون دائما مقطب الجبين ومعبس وأنه عصبي. يا أخي لا، مثل ما يقول لا يطق عندك عرج يا أخي، اهدأ. ترى النبي صلى الله عليه وسلم اللي شايل هم الأمة على راسه يقول كان الصحابة رضي الله عنهم لما ينزل القرآن مباشرة تطبيق عملي ولا في حتى أي تردد، سمعنا وأطعنا. فلما أنزل الله عز وجل بعض الآيات التي يخوف فيها عن الاقتراب من مال اليتيم، كان بعض الصحابة عنده أيتام من أقربائه من غيرهم وعايشين معهم في البيت، وبعض الأيتام كان عنده ورث فكان عنده مال،
لكن ما عنده أحد يرعاه، فيرعاه بعض الصحابة. فأنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. خاف الصحابة، ايش قام يسوون؟ اعزلوا أموالهم عن أموالهم، إذا عندهم شياه هذا بغير هذا الغير، كل واحدة بروح. حتى في الأكل ما قام يأكلون معاهم، هذا يأكل من ماله وهذا يأكل من ماله.